مساء الخير على الجميع، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. احنا النهاردة سهرين سهرة خاصة جدا بمناسبة رمضان وأول أيام رمضان المبارك، ومعانا أجمل الناس المصريين هنا في نيويورك، الناس اللي دايما في كل مناسبة جميلة عائلية وطنية مهما كانت المشاركة هتلاقي الوشوش دايما متقابلة في المكان، وهتلاقي نفس الشخصيات الجميلة وليهم بصمة واضحة في الوقوف جنب البلد، جنب مسألة اجتماعية، جنب كل شيء. النهارده احنا بنحتفل برمضان وكنا عاملين حفلة فطار مع بعض، وبنقول كل سنة وانتم طيبين للجميع. انا باشمهندس مجدي، انت منور الدنيا كلها، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانتم طيبين. الله يخليك، ميرسي. احنا عايزين بس نعرف من حضرتك ايه رأيك في ليالي رمضان في نيويورك؟ انا عارفة انه اكيد في اختلاف ما بين مصر في احساس رمضان وبين نيويورك، بس انا عايزه اعرف احساسك انت، تسمح تحكي لنا عنه؟ هو بالنسبة لي صعب شوية، لأن طبعا أول مرة نجتمع مع بعض هنا كإخوة يعني، ونشكر الأخت حنان والأخ طارق إن هو جمعنا مع بعض هنا أول مرة في الحقيقة، فحاجة جميلة جدا نيجي مع كل الإخوة والأخوات، ودي تعتبر يعني الواحد مبسوط جدا جدا. واكيد مصر تختلف عن هنا، مصر طبعا جو تاني، لكن هنا طبعا لما بنجتمع بنحاول نحسس بعضنا، هو دي اللي احنا واخدين عليه. فانا عن نفسي بقول كل سنه وانتم طيبين، وبنقول لكم كلكم بنحبكم. انا عايز اقول حاجه خاصه، انا عن نفسي انا ما عشتش في مصر كتير قوي، انا كنت داخلي في الكليه وبعدين دخلت بعد كده ضابط في الجيش، فبعيد عن مصر يعني، فهو الموضوع مختلف حبتين يعني. لكن وانا في الكليه كنت بعيش رمضان 100%، لان طبعا اسمي مجدي دوس، فطبعا واضح ان انا يعني اخ مسيحي. باشمهندس مجدي، احنا متعودين ان المصريين كلهم اقباط ومسلمين بيحتفلوا برمضان وبيعيدوا على بعض في رمضان وبيفطروا مع بعض في رمضان، وبتكون طبعا عمرها ما كانت متجزأة خالص خالص، أبداً. ولذلك بقول كده، بقول ان اهو ان احنا قاعدين مع بعض بالظبط، مش سائلين مين كان صايم ومين مش صايم، او يعني بمعنى اصح مين مسيحي او مين مسلم، لا بمعنى انه مين مسيحي مين مسلم، احنا مش سائلين ده، احنا متجمعين على فطار بالظبط، بنشارك بعض الليالي رمضان بس كده. رمضان يعني في مصر، هي هنا في الحقيقه زي ما بقول ان الواحد بيتلكك عشان يقدر يقابل الناس اخواته، زي هنا بنروح ساعات خيم في بعض الاماكن في نيوجيرسي بالذات، فبتبقى قاعده جميله برضو بتحسسنا بمصر. مصر دي طبعا مش يعني صعب انك انت تقربي الوجهات يعني، لكن احنا بنحاول نقربها يعني. فزي المكان احنا قاعدين فيه دوت، والجماعه الحلوين دول كلهم بنحاول نعيش اللحظه يعني، ويا ريت ربنا يدينا الصحه كل سنه نعملها مره واثنين وثلاثه في الشهر يعني. كل سنه وانت طيب، ورمضان كريم علينا كلنا. رمضان كريم على كل الامه العربيه ومصر، واهم حاجه ان مصر عايزين نشوفها احلى واحلى كل يوم ان شاء الله. شكرا. مدام هالة، كل سنة وانتي طيبة ومنورة الدنيا. اسمحي لي بقى تقدمي لي يومك في رمضان، يعني احنا ممكن نحكي طبعا عن حياتك في نيويورك وكده، بس انا عايزة اعرف مثلا بتعملي ايه، شغلك، عرفينا عن نفسك. انا دكتورة هالة سالم، صيدلانية، ولما هنقول رمضان هنقول الصحبة الحلوة، هنقول الأهل والأقارب، هنقول الأصدقاء الحلوين، هنقول اللمة الجميلة اللي احنا فيها، هنقول مصر بخير، هنقول المصريين بخير سواء في مصر أو هنا، كلنا بخير، لأن رمضان أجمل حاجة فيه إنه بيجمعنا كلنا، مفيش فرق بينا، كلنا مع بعض، فدي حاجة كويسة، وإن شاء الله كل الخير لمصر، نتمنى كل الخير لمصر من قلبنا. احنا هنا اليوم رغم إنه صعب وطويل،
لان عندنا احنا يعني مغيرين الساعه، فاليوم طويل، بس كل ده بيهون لان that's how you prove you strong. That's how we prove we're strong and we can do it and we'll do it. واحنا تواصلنا مع البلد سواء هنا في اي حته احنا بنتواصل مع بلدنا، ومن كل قلبي بتمنى كل الخير لكل المصريين ولكل اصحابي وكل اهلي وكل حبايبي، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه دكتوره. بقالك قد ايه في امريكا؟ كتير. لا بطلت اعد. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه واحنا في رمضان متجمعين، واهلا بيكي. كل سنة وانتي طيبة ورمضان كريم. اسمحي لي نعرف الناس كلها مين حضرتك وايه اخبار ايام رمضان معاكي، والنهارده بالذات مثلك ايه؟ اتفضلي. سحر حبيب، انا بشتغل بيرسونال بانكر. رمضان على حسب ما انا بفتي، انا بقالي مده كبيره هنا في امريكا تقريبا 30 سنه، بس رمضان بالنسبه لي زي الكريسماس هنا يعني. واحنا صغيرين هناك لما كان يجي رمضان يعني كنا برضه نجيب الفانوس، وكانت ماما تبعتني اجيب الكنافه، كنت احبها قوي، خصوصا ما كان يبقى في الشتاء، كان الراجل بيعمل الكنافه. فيعني ولما كنا برضه مع اصحابنا وجيراننا في مصر والعيد يعني الجيل بتاعنا يعني كبرنا في مصر واحنا كلنا واحد. طبعا كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصر بخير وفي تقدم دايما يا رب على طول، وكل سنه وكل المصريين بخير وبعود الايام علينا يا رب في فرح وسلام. دي اول مره من ساعه ما انا جيت امريكا من حاجه و20 سنه اروح افطر مع أصدقائي وأحبابي، أول مرة في أمريكا. والسنة دي يعني الحمد لله ربنا جايب لنا كذا عزومة يعني، فربنا يكتر أفراحنا ويكتر تجمعنا دايما مع بعض. رمضان في مصر طبعا شعور وإحساس وبهجة مختلفة خالص، بس احنا بالظبط حتى ريحة الجو بتبقى حلوة، فاحنا هنا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه. فطبعا في افراحنا مع بعض، في احزاننا مع بعض، كلنا مصريين، كلنا واحد، احنا كيان واحد ما ينفعش يتجزأ، وده مش كلام انشا، ده كلام فعلا. لا بتفرج عليه بس، لا ما جبتش فانوس، وبس انا بقول دايما احط في اي تويته ليا او اي حاجه على الفيسبوك بوست، اقول يا جماعه هاتوا الفوانيس بتاعه مصر، ما تجيبوش بتاعه الصين. اسمحي لي نتعرف عليكي ونعرف النهارده رمضان كان بيمثل لك ايه، وبمناسبته في يوم جميل زي ده والتجمع اللي احنا فيه النهارده ده، احساسك ايه بيه النهارده هنا في نيويورك وفي المكان ده مع بعض؟ اتفضلي. انا سهير تدرس من نيوجيرسي. الحقيقه رمضان من يوم ما عرفت الدنيا يعني، رمضان ما كان لينا كلنا، عمري ما عرفت ده المسلم ولا المسيحي. رمضان يجي عشان كلنا نفرح، كلنا نجري، كلنا نلعب، كلنا نمسك الفوانيس في الشوارع، فلا كان لا مسيحي ولا مسلم. فهو ده رمضان، هو ده رمضان بالنسبه لي يعني، بتاعنا كلنا. وصوت الاذان اجمل حاجه، والمسحراتي يا فهو ده رمضان. احنا بنحاول هنا صحيح يعني، بنحاول وفرحانين وكله، بس مصر حاجه تانية. جيجي كل سنه وانت طيبه.
كلنا بنكون مبسوطين لما بنشوفك يا جيجي، كلنا بنكون مبسوطين. حبيبة قلبي والله أنا كمان سعيدة جدا جدا إني معاكم النهاردة بجد بجد. يمكن من أسعد أيامي اللي أنا بشوف حبايبي كلهم. هنا مش احنا مش متجمعين بس مسلمين، لا مسلمين مسيحيين، مفيش فرق ما بيننا. وأنا كل أصحابي وأنا بجد بجد مبسوطة جدا جدا والحمد لله. يمكن أنا مشغولة كتير في شغلي بس والله أنا بشتغل في هوسبيتال، نيرس برانكس هوسبيتال. مشغولة قوي قوي، بقوم الصبح بدري كتير قوي فما عنديش وقت. بس النهارده قلت لا يمكن يعني خصوصا رمضان وانا ما بشوفش اي حد، فما صدقت الفرصه اللي هي بتجمعنا وخصوصا مع حبايبي واصحابي. يعني بعوض حاجه بسيطه من يعني ولو جزء اللي هو في مصر. الشخصية الجميلة دي بتشتغل من 5 الصبح، يعني الجمال ده الست الجمال. انا بوري بس مثال، الست هنا قد ايه ست عملية، قد ايه ست مكافحة، في نفس الوقت هي ست جميلة. كل سنه وانتم طيبين ومبسوطه اني شفتك قوي قوي. انا جايه مخصوص عشانك كمان. ربنا يخليك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه وكل الامه العربيه والمسلمين المسيحيين كلنا بخير وان شاء الله متوحدين مع بعض دايما باذن الله.
والشرد عنا الورد كله كله سأل جناين وش معنى انت اللي شاردة منا الورد كله كله سأل جناين وش معنى انت اللي شاردة منا يا تمر حنا يا تمر حنا. تسمح تعرفنا بيك؟ محمد نصار، ممكن تقولي نيوجيرسي، ممكن تقولي بنسلفانيا، نيويورك، موجود في كله. منتشر. كل سنة وانت طيب. طيب. حضرتك بتشتغل ايه؟ أنا كار ديلر في نيوجيرسي. طيب انت ايه رأيك بقى ان انت دايما بتقضي رمضان في نيويورك؟ في نيويورك، في نيوجيرسي. في امريكا يعني؟ يا في تملي في امريكا. قليل لما بتقضيه دلوقتي في مصر؟ حقيقة بقالي 26 سنة ما قضيتوش في مصر. يا خبر. طب لما بيبقى مثلا رمضان داخل عليك بتجيب زينة، بتجيب فانوس، بتجيب اي حاجة؟ أول واحد بيعلق زينة على الفيسبوك كمان. صح تمام. ايه احساسك النهارده بالتجمع في الفطار؟ والله حاجه جميله جدا، بنشكر مدام حنان واستاذ طارق على واستاذ طارق برضه صاحب المكان على التجمع اللي هو حطنا فيه اهوت، و يعني حاجه جميله جدا. الناس بتلتقي وبنتجمع مع بعضينا على الفطار، وحاجه كويسه ان الواحد بيشوف ناس بقاله كتير ما شافهمش،
فدي حاجة. طيب استاذ محمد، انت متعود ايه اللي انت بتحبه على الفطار في رمضان ولسه ما فطرتش بيه لغايه دلوقتي في رمضان؟ انا عارفه احنا لسه بدري قوي، بس دايما لما بيبقى رمضان داخل علينا في اكله كده معينه بتبقى مرتبطه مع خيالك ان ده بالنسبه لك رمضان وصغر سنك والكلام ده كله، في حاجه لسه بقى القطايف، لسه ما دخلتش في القطايف، فان شاء الله القطايف قريب يعني. الصيام عامل معاك ايه هنا؟ اليوم طويل قوي هنا. اليوم طويل بحيث ان الواحد يعني النهارده مثلا بدأ اليوم من الساعه 6 الصبح، ويعني بدأوا صيام كل اليوم كان صيام، فالحمد لله بتعدت كويسه سو فار. الجو كويس يعني مش حر قوي ايه رايك لو قررنا القعده الجميله دي والتجمع على فطار في رمضان وعملناها اكتر؟ يعني مثلا حاولنا ان احنا نعملها مره في الاسبوع، نبقى بنفس التجمع ده. هل ده هيحسسك انه شويه الغربه مش مضايقاك، شويه في احساس بالتجمع زي مصر وزي ايام زمان، انت مش لوحدك، الاجواء بتاعت رمضان موجوده؟ يا ريت تحصل اقول لك ايه مرتين في الاسبوع، عشان بس الواحد يعني ظروف العمل وكده، بس يا ريت تحصل اكتر من مره في الاسبوع، يعني دي حاجه طبعا. كل سنه وانت طيب، وكل رمضان بخير وبصحه وسعاده، ونشوفك دايما على خير. ميرسي جدا، ميرسي جدا. مساء الخير، كل سنة وحضرتك طيب. تسمح لي نتعرف على حضرتك؟ يوسف حوراني، رجل أعمال عايش بنيويورك، اللي من سنة 88 هون، وبشتغل كونستراكشن عمار بيلدر. هذا يعني، ومتجوز أحلى واحدة بمصر. أنا لبناني ومرتي مصرية. إلي 28 سنة بنيويورك، وعلى طول بعيش الحياة مع رمضان ومع الكريسماس ومع الأجواء اللبنانية وأجواء المصرية كلها، وخاصة لما مرتي مصرية عايش أجواء المصرية وبحبها كثير. وإلي الشرف إن أكون بمجتمع زي المجتمع اللي نحن موجودين فيه هون، مع خاصة مع رجال الأعمال حبيبي محمد. وإلي شرف كبير ومتشكر. لازم يكون كل أسبوع كل شهر مجتمع عربي مصري لبناني، لو شو ما يكون، لا يجتمعوا العرب كلهم مع بعض ويتكلموا المشاريع، تبادل المشاريع، تبادل الآراء حلوة كثير بين العرب، لازم تكون موجودة على طول. احنا شرفنا وجود حضرتك معانا. كل سنة، ميرسي، شكرا. كل سنة وانت طيب. طيبين كل أهل مصر وكل أهل شكرا لجماعنا. مدام حنان واستاذ طارق. مدام حنان، شكرا مدام حنان واستاذ طارق، جمعونا وخلونا نكون بالمجتمع زي ده. مناسبة حلوة بتكون معانا وبتكون مشاركة معانا، نتفضلي. مساء الخير، أنا منى دنيا. I live in ساكنة في upstate نيويورك. فالنهاردة أول ليلة تجمع جميل جدا، وشكرا للأستاذ طارق لأنه جمعنا، وحنان وهي صديقة عزيزة، وجوزها أستاذ طارق، إن هم جمعونا وعملوا ليلة جميلة. أول مرة أحس فيها برمضان إن كلنا صايمين وبنفطر سوا، ورمضان جميل باللمة وبالكنافة والملوخية. أمريكا ده وطني التاني، وبقالي أنا سنين طويلة قوي هنا. أنا عشت هنا أكتر ما عشت في مصر، لكن لسه بحب مصر وبحب أروح وبستمتع بيها جدا كل ما أروح. لكن الحاجة الوحيدة اللي ناقصة
اللي هو الإحساس والتجمع بتاعنا بالذات في الأعياد وبالذات رمضان. كل سنة وانت طيب. اسمك ايه؟ أحمد. اسمك أحمد. انت في سنة كام؟ 6 سنين. اسمها great. Which grade? Grade 1. You're too big for grade 1. Which grade you are? I'm 8. Grade 6. رمضان كريم. رمضان كريم. مبسوط؟ مبسوط. حلو رمضان؟ حلوة رمضان. كل سنة وانت طيبة يا مصر. كل سنة وأنت طيبة يا مصر. اوكي. كل سنة وانتم طيبين والمشاهدين كلهم طيبين وبخير. رمضان كريم علينا جميعا. أنا اسمي سهيلة حوراني، مصرية عايشة بنيويورك. وجودنا مع بعض هنا النهاردة دي حاجة يعني بتعوض علينا شوية من غربتنا أو بعدنا عن بلدنا. أنا عايشة هنا بقالي 15 سنة تقريبا. متجوزة وعندي ولدين. بنزل مصر ممكن مرة في السنة، ممكن مرتين في السنة. أكيد لا ما اقدرش استغنى عن مصر. لما بتيجي فرصة طبعا للسفر أكيد بحوش فرص السفر بتاعتي عشان أنزل على مصر على طول. حنان محمد بهجت. بعود الأيام رمضان كريم، وبقول لأمي في مصر كل سنة وهي طيبة، ربنا يخليها لي يا رب ويديها طول العمر. يديها طول العمر ويخليها لك. وبقول لإخواتي كلهم كل سنة وهم طيبين، وبقول للغالي الغالي الغالي وهيفضل غالي الرئيس السيسي الحبيب الغالي عبد الفتاح السيسي. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم، ورمضان كريم يا مصريين. واحنا صغيرين كنا بنقول ايه؟ حلو يا حلو رمضان كريم يا برنامج أمريكا بالمصري من نيويورك، وكان لقاء مع المصريين الجالية المصرية في نيويورك. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ودايما بالخير علينا جميعا وعلى مصر وعلى أهل مصر. تعيشوا بخير وتعيشوا بسعادة، والله أكرم. سوزان أبو الحسن، تصبحوا على خير.